كي ننسى ليلاتنا أرادوا صناعة ليلات مزيفة. ليلانا ليلى قاسم، الفتاة الكردية العظيمة ليلى قاسم، قبل 49 عاما أعدمت في فجر يوم 12 أيار 74 على يد نظام البعث البائد. في طريقها إلى منصة الإعدام قالت ليلى لجلاديها: اقتلوني، ولكن اعلموا هذه الحقيقة، سيصحو آلاف الكرد على وقع إعدامي. أنا سعيدة وفخورة جدا بالتضحية بحياتي من أجل حرية كردستان. بدأت حياتها السياسية كمناضلة على نهج البارزاني الخالد، وضحت بحياتها من أجل وطنها وشعبها. حدث بالفعل ما رددته، استيقظ آلاف الكرد على واقع بطولاتها، عرفهم العالم، سمى آلاف الكرد بناتهم باسم ليلى تيمنا بليلانا هذه ليلى الكردستانية. كنا نملك ليلى أخرى أيضا، ليلى زانا، بدأت حياتها في قرية فارقين، إحدى أكثر المدن الوطنية في كردستان. أصبحت رمزا للوطنية خلال الانتفاضات الكردية. بعد عام 89 قادت ليلى زانا مسيرة الإضراب عن الطعام والانتخابات والانتفاضات في باكور كردستان. أدلت بتصريحات في البرلمان التركي دكت أسس الجمهورية التركية. بهذه المواقف البطولية أصبحت ليلى بطلة خالدة. الكردستانية والكردية كانتا نهج ومسيرة هاتين الليليين، لهذا لا نستغرب مساعي الكثير للقضاء على هاتين الملحمتين ووأدهما. الرائد لهذه المساعي العدوانية هو حزب العمال الكردستاني باكك. برزت الباكك ضد هذه المسيرة الوطنية والقومية الكردستانية لكلتا الليليين، وأرادت إنهاء هذه الملحمة، ولهذا صنعت ليلاها وحاولت إبرازها. عام 95 وعندما نالت ليلى زانا جائزة ساخاروف لحرية الفكر، قال أوجلان: كان من المفروض أن أحصل أنا على هذه الجائزة. وبدأ بحملته تشهيرية ضد ليلى زانا. الحركة النسوية للباكك اعتبرت تقارب ليلى زانا من مسيرة البارزاني ضربا من الرجعية والتخلف، فوفقها الوعي النسوي لدى ليلى زانا لم يتطور، فكان الشخصية عنصرية رجعية. لهذا هددوا ليلى زانا وأبعدوها عن السياسة. بعدها حاولت الباكك صناعة ليلى أخرى لمحو مسيرة الليليين الوطنيتين، فصنعت في النهاية ليلى جوفان. اعتقلت ليلى جوفان أثناء فترة عضويتها البرلمانية، وبدأت حملة الإضراب عن الطعام، لكن إضرابها كان بسبب العزلة المفروضة على عبد الله أوجلان. بلا شك ليلى جوفان لم تخطط لهذه الفعالية بمفردها. الباكك هي من أعاد سيناريو الإضراب عن الطعام مع ليلى. الهدف من هذه الفعالية كان صناعة ليلى الباكك. فقد 8 شبان كرد حياتهم خلال هذه الفعالية. روج إعلام الباكك واليساريين الأتراك لليلى جوفان وأبدوها بصورة الأبطال الخارقين، وعدوها مثل المرأة المناضلة والبطولية. خلال حملة الإضراب عن الطعام تم إطلاق سراح ليلى جوفان، وتوجهت للبرلمان التركي وأقسمت على وحدة أراضي الجمهورية التركية. استلمت رواتبها من الدولة وتم الإعلان عنها كبطلة، في حين أرخى النسيان سدوله على الشبان الذين أضرموا النيران بجثمهم من أجلها. فصنعت الباكك ليلى جوفان على حساب ليلات الشعب الكردي الخالدات ونسيانها.